السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give me 5. أحلى هدية أو من نادي بنك الأهلي بأقدام ومدرب الزملكاوية بيرجعوا الهدية تاني للنادي الأهلي ويستمر الأهلي على الصدارة بفوزهم على بيراميدز 4-2 وتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا 2-2 بفضل التحكيم. هنتكلم عن مباراتين، بس قبل اي حاجه عايزين نصلي ونسلم على اشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلامات. نبتدي بمباراه الزمالك. اول الزمالك بدا بجون السبب في محمد بسام بيعمل 7 في منطقه الجزاء، قطعها ناصر منسي حطها جون. ناس قالت امبارح محمود جاد مفوت للاهلي، طب النهارده نقول عليه ايه؟ على محمد بسام نقول عليه ايه؟ في الدقيقة 9 كان في ضربة جزاء على سيراميكا كليوباترا، الحكم الحنفي ولا هو هنا ولا الفار هنا، مصطفى الشندي حاجة زي كده، ومعروف ان هو زملكاوي بحت، حاجة كمية القرف يعني. الناس اللي بتقول لك تحكيم المصري ميدو لما خرج قال لك تحكيم المصري جاي على الزمالك، ايه بقى دلوقتي؟ ولو جاي على الزمالك انت ليه رفضت تلعب القمة بتحكيم اجنبي ونوف مع التحكيم المصري؟ اي كلام وخلاص، صح؟ ادي ضربة جزاء ما اتحسبتش. والجون التاني لصالح الزمالك زق علني في ظهر احمد رمضان بيكهام عن طريق سيف جزيري اللي جاب الجون، والفار ولا هو هنا. ايه ده؟ هو الفار يشتغل امتى في مباراة الزمالك؟ بجد والله هو بيشتغل بس للحاجات اللي ضد الزمالك، لكن الزمالك لا، انا مش موجود. بس برضو يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهفضل اقول كده طول عمري. يتعادل سيراميكا 2-2 في الدقيقة كانت 87 حاجة زي كده، لعبها محمد شكري اوفر جميل قوي، ركبها المهاجم المغربي عندهم مش فاكر اسمه بصراحة، وجون 10/10 2-2. نخلي بالنا ان النهارده الحكم برضه من ضمن الحاجات اللي بتلعب لصالح الزمالك او لصالح الفرق اللي ضد الاهلي. سيراميكا اعترض على الحنفي النهارده كتير قوي ولا طلع انذار. طب ليه؟ لسبب واحد بس، ان سيراميكا يلعب المباراه الجايه مع الاهلي. خلي بالنا من النقطه دي، هنيجي نقطه الاخر في الاهلي بامر الله نتكلم في النقطه دي. المهم تنتهي المباراه 2-2 ونخش بقى على الحلويات. بنك الاهلي باقدام الزملكاويه. يتقدم الاول بنك الاهلي الجون الاولاني في نادي بيراميدز عن طريق محمد ابراهيم، اوفر من يعقوبو باك شمال تقيل قوي يا جدعان، تقيل قوي، فايده تقيله قوي بصراحه. عمل اوفر محمد ابراهيم على الطاير، هدف. الشناوي لا بيصد ولا بيرد. هدف الثاني بيراميدز فضل يهاجم، هدف تاني عن طريق مين؟ اسامه فيصل اللي هو نجم ابن من ابناء الزمالك برضه، لعبها في الشناوي، جون تاني. تخلص الشوط الاول 2-0. غلطة طارق مصطفى اللي عمل ان هو نزل مدافع عبد الغني تعبان جدا في الدفاع، رجع سريعا بيراميدز في الدقيقة 48 عن طريق ابراهيم عادل، جون عالمي بصراحة. ويرد محمد حمدي الباك الشمال، لعب اوفر جميل على راس مروان حمدي اللي حط جون برضو حلو، حطها حلو، وكان حاطط قبليها كرة في العارضة. تبقى 2-2. المباراة ولعت وقلنا هوبا بيراميدز هيرجع، لكن يرد عليا بيقول مين ده اللي هيرجع في الدقيقة 81 عن طريق برضو الزملكاوي مدبولي، صاروخية بشماله برضو في نص الجون. الشناوي احنا عارفين الشناوي يعني كان موهبة، دلوقتي تعبان جدا. هدف ثالث لصالح البنك الاهلي. بعديها ب5 دقايق في الدقيقة 86 هدف قتل المباراة. يا النور، مهاجم تقيل قوي يا جدعان، مهاجم تقيل قوي. واللي لعبها له مين؟ برضه الزملكاوي نيمار، عدى من اليمين ضحك على محمد حمدي، خدها راح لعبها عرضية، والنور لف وبشماله في المقص. صعبة. تخلص المباراة 4-2. احلى هدية كان البنك الاهلي قال للاهلي انت اديتني هديه امبارح، انا هكافئك بهديه النهارده ان انت تفضل على القمه. ويفوز بنك الاهلي 4-2 ويبقى هو في المركز الرابع، وبالشكل ده يخش الكونفدراليه. دلوقتي كنا بنقول الدوري باقدام بيراميدز، لا احنا دلوقتي الدوري باقدام الاهلي. اوعى يتدلع، فرقنا من نقطتين، نضغط ونستمر، يبقى الحافز عندنا اقوى.
مش نستهتر ونتدلع. كل اللي استهتار، لو استهترنا ناخد على نفوخنا. المباراة الجاية مباراة سيراميكا، ذبح موت، مفيش دلع، تكسب تنزل مكسب 1 و2 و3 و10 زي ما انت بتعمل هجوم كاسح بالشكل ده. نخلي بالنا دي اهم حاجة. المهم تنزل ضاغط تجيب 1 و2 و3 وتكسب وتريح. ليه؟ الزمالك مع بيراميدز، يا اما الزمالك هينسحب وده الاقرب على فكرة، يا اما هيسيب مباراة ملهاش اي لازمة بالنسبة لبيراميدز. بالنسبة للزمالك يعني بيراميدز ضامن 3 نقط في جيبه. طيب مباراة تانية للأهلي، غالبا فاركو فريق مش ضعيف، فريق تقيل. وبالنسبة بالنسبة لبيراميدز غالبا بوتروجيت مش هو بوتروجيت اللي كان في الأول. نخلي بالنا من النقطة دي. أنا متوقع إن خلاص المطوشة اللي جاية البيراميدز كلها سهلة. أنا كنت حاطط أمل بس مباراة على البنك الأهلي، وده اللي حصل النهارده. فالأهلي معاه الدوري بين رجليه لعيبته. يا كابتن عماد حافز اللعيبه، يبقى في حافز، احنا هناخد الدوري ده بتاعنا بأمر الرحمن، اضغط واكسب. خلي بالنا ان المباراة الثالثة للنادي الاهلي بعد سيراميكا وفاركو، البنك الاهلي فريق قوي، طارق مصطفى مدرب ممتاز، يا النور مهاجم مقرف، وأسامة فيصل، وعندك الباك الشمال يعقوبو تقيل قوي يا جدعان، تقيل قوي. نخلي بالنا فريق البنك الاهلي وخط وسط مقرف. فريق البنك الاهلي فريق مقرف، زي ما ضيع نقاط من بيراميدز ممكن يجي عندك ويضيع نقاط لو انت اتدلعت. بلاش استهتار، دي نقطة. النقطة التانية التحكيم، لازم الاهلي يحط عينه على التحكيم كويس قوي. المطوشة الجاية 3 مباريات 9 نقاط، ذبح تاخد الدوري بأمر الرحمن. الدوري بقى بين رجليك انت دلوقتي. ليلة سعيدة لكل الأهلاوية. المباراة اللي جاية يوم الثلاث الساعة 5 مباراة سيراميكا، تخلص الساعة 7 الأهلي يفوز، نخش مباراة الزمالك نقعد نتفرج على الضحك لو الزمالك ما انسحبش. من غير ما يفوت الزمالك هيخسر. الزمالك فريق ضعيف جدا يا جدعان. فأهم حاجة 3 مباريات الجايين بدايتها سيراميكا، بلاش دلع، بلاش استهتار، ننزل ندوس على وش الفرقة اللي قصادنا، ناخد الدوري بأمر الرحمن. والنقطة التانية نركز على التحكيم. دي حلقة بسيطة من برنامجكم Give Me 5. انتظروني ان شاء الله في حلقات جديدة واحداث جديدة من الكرة المصرية. السلام عليكم.